ازيكم يا شباب. النهارده قلت اديكم كده نبذه عن مستقبل التنقل في المستقبل هيبقى عامل ازاي. خلينا نقول كده ان احنا عدد الناس بيزيد، عدد البوبوليشن عمال بيزيد، عدد السكان بيزيد، عدد المرافق بتزيد، عدد البيوت بتزيد، عدد العربيات بتزيد. فاذا الناس دي كلها هتبقى محتاجه مساحات اكتر، مساحه عشان تعرف تتحرك فيها. طيب فلو انا عندي مثلا الاوضه دي، لو انا دلوقتي موجود فيها لوحدي، غير لو بقى اتنين، غير لو بقى تلاتة، غير لو بقى 10. فلو كل واحد جاب عربية في الطريق اللي هو 4 أو 5 حارات، دلوقتي كان حارتين، بعد كده بقى تلاتة، بعد كده بقى 4، بقى 5، بقى 10. طول ما الناس بتزيد، طب ما العربيات هتزيد. فإذا بقى في بيتسبب زحام، وبيتسبب مع الوقت، يعتبر الحلول دي كلها حلول مؤقته. ولكن ايه هو مستقبل التنقل بقى؟ مستقبل التنقل كله في الحاجات الصغيره اللي هي بنسميها المايكرو موبيليتي او اللايت ويت موبيليتي. لايت ويت عشان خفيفه الوزن، ومايكرو عشان صغيره، هي تقريبا قد حجمك وانت سايق. يعني انت لو انت ماشي على الارض، انت واخد نفس المساحه اللي واخدها حاجه زي الكيك سكوتر ده او العجله او وات ايفر. طيب فاذا ده من ضمن الحلول، خاصه في المدن الزحمه جدا. طيب انا بس حبيت اشارككم تجربتي. انا بقالي اكتر، انا كنت كتبت ارتكل عن الموضوع ده، بس خلينا نتكلم اكتر. بقالي سنتين بستخدم انواع زي دي من السكوتر. مش لازم السكوتر ده بالذات يعني، بس انا كنت حياتي كلها يا اما بسكوتر يا اما بعجله كهرباء، للمشاوير طبعا اللي هي كلها ايه، بنتكلم من رينج من 3 ل 5 كيلو. ده دي الرحله اللي انت مش هتحس بتعب طول ما انت سايق حاجه زي الكيك سكوتر. اكتر من كده طبعا لا، بس انا بكلمك على التحركات السريعه. نازل تجيب حاجه من بيتك، رايح مشوار صغير 2 3 كيلو، مش محتاج تنزل بعربيتك وتدورها وتطلع من الجراج وتعمل عشان تروح المشوار ده. فده مستقبل الموبيليتي. عايز اوريكم بقى، كنت قايل لكم ان انا هعمل لكم فيديو اقول لكم ليه ازاي تختاروا السكوتر المناسب والكلام ده كله. خليني اقول لكم الاول، ده سكوتر اسمه ايتال موتو. ده سكوتر اصلا ايطالي. اوكي، ديزاين تحفه. انا طويل وزي ما انتم شايفين انا وانا واقف عليه يعني مالك البتاع اكتر، لان في سكوترات بتبقى اقصر شويه، ارخص بس اقصر. شكله من قدام زي ما انتم شايفين برضو، العرض ده مديله شكل حلو، ومديله وانت سايقه توازن اكتر. طيب من الحاجات اللي انا بحبها برضو في مثلا الجرس ده، مثلا من الحاجات اللذيذه قوي الديزاين بتاعه. شكله مينيمال وجميل. طيب ايه تاني من المميزات اللي فيه؟ السكوتر ده بالمناسبه ما بيمشيش مسافات طويله، بيمشي من تجربتي من 8 ل 10 كيلو على الماكسيموم سبيد. لو جينا بصينا هنا هنلاقي ان في 3 مود الووكينج مود ده لو انت عايز تتمشى تدنجل بيه. المود اللي بعته اللي هو الدي باللون دوت العادي، ده السرعه الماكسيموم بتبقى 15 كيلو. وفي دوت اللي هي السرعه الاعلى او السبورت مود اللي هي بتبقى 25 كيلو متر. لو دوسنا دبل بيديني الكشاف الاضاءه بتاعته من قدام زي ما انتم شايفين. طيب فده مسافته قد ايه؟ من 8 ل 12 كيلو هو الاوفيشال بتاعه مكتوب 25، بس معموله طبعا على السرعه اقل. بس انا بكلمك على الماكسيموم سبيد، بتجري بمرتفعات بتاع بالهواء في وشك، اسوأ حاجه يعني. فده من 8 ل 10 كيلو. والنوع ده من السكوترز يا جماعه مش معمول عشان تمشي بيه مسافات، مش معمول عشان تمشي فيها 20 30 كيلو ولا 10 كيلو حتى. هو معمول بيسموه اللاست والفيرست مايل سولوشن. مشاوير اللي هي الفيرست مايل، ان انت لو رايح مكان وبعد كده هتركب حاجه لعربيتك، مثلا لو عندك عربيه كهرباء بتسيبها في مكان تشحن وبعيد شويه المكان ده مثلا على بعد كيلو ولا حاجه، فانت ممكن بالسكوتر بتاخد السكوتر تروح ترمي ده في عربيتك الكهرباء وتركب العربيه. واللاست مايل اللي هو اخر ميل انت محتاجه، اعتبر برضو رحت الشغل رايح شغلك، فهتسيبها على الشاحن قبل ما تروح الشغل، فرحت راكن عربيتك ومطلع ده من الشنطه وسايقه لحد شغلك واخده معاك. خفيف سهل، بتقفله، كلنا عارفين بيتقفل ازاي، بيتشال، الموضوع سهل جدا. فايزي تو يوز وايزي تو كاري وايزي كل حاجه. تمام. طيب ده من مميزاته ايه الايتال موتو النوع ده؟ ان كمان بطاريته بورتبل. فلو انا عايز اسيب السكوتر في حته واخد بس البطاريه اشحنها، فانا اقدر اهو اطلع البطاريه كده، وزنها خفيف جدا، شكلها عادي جدا لذيذ يعني. ومعاك الشاحن برضو عامل زي شاحن اي شاحن يعني، زي شاحن لابتوب، شاحن حاجات كتير تعرفوها. توصل بالفيشه في اي مكان. عشان كده انا بشحن مثلا السكوتر ده في المكتب عندي، وبشحنه في البيت، وبشحنه في كل حته. فحته ان رينج كبير دي مش فارقه ليه؟ لان ميزه ان يبقى معاك بورتابل باتري
هي دي اللي اهم. هنا اهو مثلا هنفتح دي كده مكان البطاريه. معلش ما عنديش ضوافر بس ايه، تعالوا اوريكم الاول هنا بيتشحن من هنا ازاي. من هنا ممكن تشحنه وهو واقف كده، بتدخل الوصله هنا، او تاخد البطاريه وتوصلها كده اهو. معلش جيب القلم ده كده، ما عنديش ضوافر اهو. دي مكان فتحة الشحن، هو منور اخضر اهو تحت دلوقتي. اول ما بتوصل بينور، هو طبعا انا شحنه عشان كده لسه مدي اخضر بس. فممكن تاخد معاك البطارية اي مكان انت رايحه وتشحنها وانت سايب السكوتر. فممكن مثلا السكوتر تبقى سايبه في عربيتك، انت مش عايز تطلع بيه والكلام ده كله، فانت اخطر جزء في السكوتر انت واخده معاك البيت، وفي نفس الوقت تشحنه وسهل وخفيف. فده مستقبل النقل في الاماكن الزحمه. فلو انت في مكان زحمه، ده من الحاجات اللي ممكن تبقى تغير لك حياتك، يعني تغير لك حياتك، تحافظ على وقتك، تحافظ على ما تقدرش تصرف باركينج وتحرك بنزين وتقعد تدور وتشيل هم. يعني هو انا بحسه كده ايه، الحاجات المشاكل اللي هي بتاعت كل يوم دي هو بيحلها لك. طيب تعالوا نقول لكم برضو من الحاجات تاخدوا بالكم انتوا بتختاروا السكوتر ده ايه. برضو من تجربه من سنتين لثلاثه، من اكتر الحاجات اللي كانت مش عجباني بصراحه، اما الكاوتش بيتخرم كنت ببدله بحاجه اسمها السوليد تاير. السوليد تاير ناشف، بدات احس ان هو متعب مع السواقه الكتير، ومع لانه بيدبدب في الجسم جامد، بتلاقي عظم الريست عندك لو الشارع مش حلو الهزه بتبقى صعبه قوي. لو الطريق كويس مش هتحس بحاجه، بس عامه في الشوارع الاسفلت لو مش كويس ولو في حاجات زلطه ولا حاجات كده على الارض بتخلي التجربه صعبه قوي، وبتاثر على الظهر وبتاثر على العظم بتاع الجسم، ومش احسن حاجه. فاول حاجه السوليد تايرز، بعد تجربه من سنتين لثلاثه اقول لك لا، ما تستخدمش السوليد تاير. ثانيا الكاوتش الكبير الاكبر من الصغير، يعني ده 10 انش، انا التاني كان في حاجه 8 ونص. كل ما كان الكاوتش اكبر كل ما بيخلي السكوتر احلى جدا في التعامل والاستخدام، واسهل، بيبقى ممتع اكتر وسواقته احلى وتقدر تتحرك بيه بسهوله، ويعني تجربه السواقه بتبقى احلى بكتير. خليت كذا حد جربه برضو قال لي نفس التعليق ده. طيب الحاجه التانية بقى، بص انا عامل ايه. ده سيت اب جديد انا حاطه، حاجه بسيطه جدا يعني بس بتفرق جدا. انا على طول ايه، مثلا اجيب حاجه اطبع ورق بتاع الكلام ده كله، هتلاقوني ايه، حاجات كتير بتطلب يعني، فبقول ايه والله جبت ال الشنطه القماش دي كنت واخدها كده في كونفرنس مؤتمر تبع بلاج اند بلاي، وقماش زي ما انتم شايفين كده، خامتها قماش عاديه جدا وبتقدر تستخدمها كل يوم. رايح بقى سوبر ماركت تجيب حاجه، رايح تشتري وات ايفر، معاك ازازه ميه عايز تحطها مثلا، خلاص عندك بقى، عندك ايه، عندك حاجه تقدر تحط فيها حاجتك وتتحرك بيها وتشيل فيها حاجتك لو انت رايح سوبر ماركت او الكلام ده بسهوله جدا. فاصبح السكوتر ده بحاجات بسيطه جدا بيحل لك مشاكل كتيره جدا. تروح سوبر ماركت تجيب حاجه بسهوله جدا، مش محتاج مساحات كبيره وانت بتتحرك، مش محتاج جراج، مش محتاج تحرك عربيتك اصلا، معاك بطاريه بورتابل فتقدر تاخدها تتحرك بيها في اي مكان. وزي ما قلنا ده مصمم للمسافات اللي مش كبيره، 8 ل 10 كيلو. انا ما بستخدموش كده اصلا، بستخدمه 2 3 كيلو اخر يعني. فده معمول لي كده. فده يا جماعه مستقبل التنقل. لو انت في مكان مش لازم تجيب زيه بالظبط، بس انا بقول لك لو انت في مكان في زحمه جوه كومباوند مثلا بتتحرك كتير، جوه كومباوند بتحب تطلع جوه بره الكومباوند عشان تشتري حاجه من بره وبتضطر تتحرك بعربيتك، لا ده سولوشن رائع وهايل ولازم تفكر فيه. وده مستقبل النقل يا جماعه، لان المساحات ما بتبقاش كبيره، كل ما بنكتر كل ما بنحتاج، كل واحد فينا يحتاج يركب عربيه، ولما يحتاج يركب عربيه خلاص بقى في تكدس. في الاخر احنا زمان نقلنا من فكره ركوب الاحصنه للعربيه عشان نبقى اسرع، دلوقتي احنا راكبين العربيات وبنتحرك ابطا من الاحصنه من كتر ما الزحمه زادت والتجدس المروري حصل. فده الفيوتشر موبيليتي اللي هنتحرك بيه في المستقبل، دي النوعيه بتاعته. اتمنى مستقبلا يكون في طرق مخصصه للحاجات دي وممهده، والناس تبدا تتوعى بشكل اكتر ان ده من الحلول اللي تقدر تحسن مستوى حياتها بشكل كويس جدا بشكل يومي. على الاقل في حلول المشاكل اللي هي دايما بتبقى شاغله بالنا طول الوقت، ونوفر الوقت ده نستثمره في حاجه اكتر ابداع واكتر افاده للناس ان شاء الله. شكرا لكم، اتمنى الفيديو يكون عجبكم وكان مفيد.